حاجه معروفه عند جميع نساء العالم في المراحل الاولى ديال الحمل انهم كيبداو يتوحموا. ها اللي كتبغي لك فاكهه صيفيه في الشتاء، وها اللي كتبغي لك فاكهه شتويه في الصيف، ولا اي حاجه شماتها ولا فكرات فيها خاصك تجيبها ليها. وهذا الشيء بلا ما نهضروا على الحوايج اللي اصلا ما كيتكالوش بحال الصابون والفخار والطباشير وزيد. وسمع نقول لك الا ما جبتيش ليها هذا الشيء راه غادي تحك في شي بلاصه، ونهار غيتزاد عندك الولد غتنوض ليه داك الشيء اللي ما جبتيش ليها انت في ديك البلاصه اللي حكات هي. وفي هذا الفيديو غادي نجاوب على هذا الشيء كامل اللي قلت، واش كيوقع وعلاش كيوقع. بمجرد ان المراه كتبدا في الحمل كتعرض لواحد المجموعه كبيره من الاضطرابات الهرمونيه، وكاع العمليات الفيزيولوجيه ديال الجسم ديالها كتبدل، لانه الجسم ديالها كيتهيأ لاستقبال الجنين. ماشي سوقنا في هاد التغيرات كاملين اللي كيوقعوا لها، وانما حنا عندنا جوج ديال الحوايج اساسيين اللي كيوقعوا للمراه وهما اللي عندهم علاقه بالوحم. اول حاجه هما جوج ديال الحوايج اللي كيوقعوا في دقه واحده اللي هما التضخم ديال حاسه الشم والتذوق، وثاني حاجه هو انه الشهيه ديالها كتزاد. هاد الشيء علاش المراه في الفتره ديال الحمل اي حاجه كتشوفها ولا كتشمها ولا غير كتفكر فيها كتشهاها. ممكن انها تشوف غير اشاره في التلفازه ديال شي حاجه كتكال كتشهاها، ولا غير غاده في الزنقه وشمت الريحه ديال شي حاجه كطيب كتشهاها. ومن فوق هاد الشيء كامل راه غير بالخيال ديالها ممكن انها تفكر في شي حاجه شحال هادي ما كلاتهاش كتشهاها. والماكله ديال المراه في الفتره ديال الحمل ما كتكونش ديما هاد الحوايج اللي دوينا عليهم بحال انها تشم ولا تشوف ولا تفكر في شي حاجه عاد تاكلها، وانما حتى الجسم ديالها كيطلب الحاجيات ديالو. فمثلا الا كان خاصو البروتين ولا الكربوهيدرات كيخليها انها تشهى شي مصدر اللي غادي تجيب منه داكشي اللي خاصو، بحال مثلا فاش تنقولوا اننا تشهينا شي حاجه مالحه ولا حلوه، حيت الجسم ديالنا قادر يحدد النقص اللي عنده، وقادر يحدد حتى الحاجات اللي الا كليناها غتعوض ليه هذاك النقص اللي عنده. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح، علاش كاين بعض النساء اللي كيتوحموا على شي حوايج اللي اصلا ما كيتكالوش كما قلت في الاول، بحال الصابون ولا الطباشير ولا الفخار وزيد. وماشي كيف ما كيتروج لينا على انه المراه الاوروبيه ولا الغربيه كتوحم على الاناناس والكروفيط، والمغربيه كتوحم على التراب والفخار والياجور، وانما تسجلوا حالات في العالم كامل ديال النساء اللي توحموا على الخشب ومسحوق ديال غسيل المواعن وكوارث اخرى. وكاينه واحد الحاله مشهوره طبيه اللي كتشخص هذه القضيه واللي سميتها اضطراب بيكا، واللي كتقول على انه الحوامل اللي تشهاو شي حاجه ما كتكالش ظاهره ممكن توقع، وممكن انها توقع حتى للوليدات الصغار بسبب ديال اضطرابات الحواس عندهم. وبالنسبه لي انا هذه نعمه من عند الله منين المراه كتزاد ليها الشهيه ديالها باش تقدر تاكل بزاف وتوفر الحاجيات ليها والولد ديالها. ولكن شنو غادي يوقع الا المراه ما كلاتش داكشي اللي كانت كتشهى في الفتره ديال الوحم ديالها؟ اي واحد غتسولو هذا السؤال غادي يقول لك باللي المراه الا ما كلاتش داكشي اللي كانت كتوحم عليه غتخرج توحيمه في ولدها سالينا، وغادي تقول ليه باللي انا متفق معاك وهذه القضيه هذه ما كايناش، وما كاين حتى شي حاجه كتثبت باللي انه المراه اللي ما كلاتش داكشي اللي تشهات غادي يخرج في الولد ديالها. وغادي يقول لك باللي راه كاينين دراري عندهم توحيمات، وهنا غادي تجاوبوا باللي الاحصائيات كتقول ما بين 50 حتى ل 80% من الاطفال اللي كتزاد في العالم كيتزادوا بتوحيمات. غير هو كاين اللي ما حدو تيكبر والتوحيمه كتصغر وكتنقص حتى كتختفي، وكاين اللي كتبقى معاه ولا كتكبر مع النمو ديالو. وقول لي حتى انت ولا انت راه ممكن انه تكون عندك توحيمه فحال اللي كنقولوا لها حنا الخاله ولا شي طاش صغيره في الجسم ديالك، وإلا قلبتي وما لقيتيش راه في الغالب غادي تكون كانت فيك ملي كنتي صغيره وما بقاتش، وهي اصلا سماوها توحيمه لانها زعما جايه من اللحم، ولكن في اللغه العربيه الاسم ديالها الشامه. وهاد الشامات ولا التوحيمات اللي كيخرجوا في البشر ملي كيتزادوا عندهم جوج ديال الاسباب رئيسيه. السبب الاول هو اللي كيتسبب في ظهور الشامات ولا التوحيمات الصبغيه، واللي كيكون اللون ديالهم يا اما كحل يا اما قهوي يا اما رمادي، وهما اللي ممكن يكبروا مع الجسم لانهم تيكون عندهم واحد النمو زائد في الخلايا الصبغيه. والسبب الثاني كاين الوحمات الدمويه اللي كيكون اللون ديالهم وردي ولا احمر ولا ازرق، بسبب يا اما اضطراب ولا تجمع ديال الخلايا الدمويه في بلاصه واحده. وهذا النوع الثاني اللي هو في اغلب الحالات كيختفي من بعد ما الطفل تيبدا يكبر. 90% من هاد التوحيمات ما تيكون عندهم حتى شكل معين، وكيكون بشكل عشوائي يا اما دائري ولا بيضاوي، ولكن غير كنشوفوا شي واحد عنده شي توحيمه كتشبه شي حاجه كنقولوا باللي راه مو توحمات على ديك الحاجه وباه ما جابهاش ليها. وهذا الشيء راجع على اننا حنا كبشر الا ما قدرناش نفهموا شي حاجه كنختارعوا الشرح ديالها من راسنا. تهلاو.